في تصريح لن يتقبلها النظام الجزائري، رئيس الكاف يدعو الدول الإفريقية للتعلم من المغرب. أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي يوم الأربعاء أنه يؤمن بحظوظ بلوغ أحد منتخبات القارة السمراء نهائي كأس العالم 2022، وذلك عقب الإنجاز الكبير الذي حققه المغرب بعدما بات أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال. وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي عقده في جوهانسبورغ أن المغرب شرع الباب ببلوغه الدور نصف النهائي الشهر الحالي، وأنا واثق من أن دولة إفريقية ستذهب أبعد من ذلك في المونديال المقبل. وأردف: الهدف الرئيسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو أن تفوز دولة إفريقية بكأس العالم، وهذا الهدف في متناول اليد. وأضاف موتسيبي: هناك 10 دول إفريقية على الأقل يمكنها المنافسة على أعلى مستوى والفوز بكأس العالم، كما أشاد بالكاميرون وتونس بفوزهما المفاجئ في دور المجموعات على البرازيل والفائزة بكأس العالم 5 مرات، وفرنسا على التوالي بنفس النتيجة 1-0. وقال رئيس الاتحاد القاري: يجب أن نفخر بما حققته الكاميرون وتونس التي يتوجب عليهما وغيرهما من الدول الإفريقية التعلم من المغرب.